متابعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا على قناة بودكاست حكاية مدن. واليوم حلقتنا حكاية بعنوان نافذة غرفتي. وقبل لا نبدأ الحلقة نذكركم بأن تعملوا لنا لايك وشير، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناة. وبسم الله نبدأ حلقتنا. وكان يا مكان في حديث الزمان مساء وفي كل ليلة، عندما أنتهي من جميع أعمالي المنزلية أقوم بتحضير كوب من القهوة لنفسي أتناوله مع قطعة من الحلوى، أضعهم جميعا على طاولتي القريبة من النافذة المطلة على الشارع. إنه وقتي الخاص، وقت استراحتي. أجلس مع نفسي بعيدا عن ضوضاء الأطفال والتنظيف وتجهيز العشاء. أخط في أوراقي كل ما يمر في بالي من أحداث صارت لي خلال يومي. إنه الاختراع والمتنفس الرائع الذي أستطيع من خلاله أن أعبر وأخرج الطاقة السلبية التي حدثت لي خلال اليوم. وفي أحيان أخرى أنسج قصصا من خيالي، وبقلبي وعلى أوراقي وعبر نافذتي أخرج لعالم أصنعه من خيالي. في عالمي أصنع الكثير من الطاقة الإيجابية وأهداف وأمنيات أتمنى أن تتحقق على أرض الواقع. هذا هو سري الخاص، وقتي أنا. أحدد متى أبدأه ومتى أنتهي منه، لا يشاركني فيه أحد. إنه وقتي أنا، إنه وقتي أنا. أفعل فيه ما أشاء، أتفرج على الجوال، أتفرج على التلفاز، مسرحية قديمة، مسلسل، فيلم، أي شيء أرغب به أفعله. إنه وقتي أنا، لا يشاركني فيه أحد. انتهى وقت الأطفال، انتهى وقت البيت، انتهى وقت الأسرة. إنه وقتي الخاص، أفعل فيه ما أشاء. وأنتن يا سيدات، هل لديكن وقت خاص خلال يومكن؟ عزيزتي الأم، عزيزتي الزوجة، عزيزة البنت، خصي لك خلال اليوم وقتا خاصا بك. افعلي فيه ما تشائين في حدود الأدب والاحترام. فليكن لنفسك فقط. أحبي نفسك ودلليها. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نلتقي في الحلقة القادمة. دمتم بود، وفي أمان الله.